اليوم راح نحكي شي يمكن هواي من عندنا ياكله بس ما يعرف ايش قد هو مفيد وخطير بنفس الوقت. شنو هو كبدة الدجاج وش قد بيها فوائد طبية عظيمة، بس اذا ما عرفت شلون تتعامل وياها ممكن تضرك اكثر مما تنفعك. فاليوم راح نفصل شنو فوائدها ومنو لازم يبتعد عنها. شنو فوائد الكبد؟ مخزن فيتامينات خصوصا فيتامين بي 12، حديد طبيعي ومفيد اللي يعانون من فقر الدم، واكيد بروتين عالي تنطيك طاقة وتغذية للعضلات. ومو بس هاي، مليانة فوليك اسيد بي 9 وهذا مهم جدا للحوامل. زين، منو المفروض ياكل الكبد ومنو لازم يبتعد عنها؟ ياكل الكبد اللي عندهم فقر دم او ضعف عام، الطلاب خصوصا فترة الامتحانات لأن ينشط الذاكرة، الرياضيين لأن غني بالبروتين، والنساء الحوامل لكن بكميات محدودة وتحت إشراف طبي. واكيد الاطفال فوق عمر السنة يفيدهم بالنمو. زين، منو لازم يبتعد عن الكبد او يقلل منه؟ الناس اللي عندهم ارتفاع بالكوليسترول، اللي عندهم مشاكل بالكبد او الكلى، واخر شي الاطفال تحت عمر السنة لان الجهاز الهضمي بعد ما مكتمل كليا. الكبدة ثقيلة عليهم خصوصا اذا كانت متبلة او مطبوخة بطريقة دسمة. بالمختصر هي الكبدة مفيدة بس بكميات محدودة، يعني بالاسبوع مرة او مرتين. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. جربوها وبالعافية عليكم، نشوفكم بالفيديو الجاي، واكيد خلوا اكلكم دائما صحي. في امان الله.